السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المشتركين معانا النهاردة في قناة الدكتور مع الدكتور خليفة مختار خليفة، أخصائي الكبد والجهاز الهضمي والحميات. النهاردة إن شاء الله حبيت أحكي لكم عن موضوع مهم جدا بدأ ينتشر في الأطفال الفترة ديت، ألا وهو الالتهاب الكبدي الفيروسي ألف. الالتهاب الكبدي الفيروسي ألف بنلاقي أطفال كتير جاية الفترة ديت عندهم مشاكل، اللي هي حرارة مش عالية قوي ولا حرارة نازلة، يعني توصل حرارة 38 هتلاقي الطفل عنده خمول، هتلاقي الطفل عنده ميل للقيء، هتلاقي الطفل عنده لون البول بتاعه متغير شوية بادئ في لدرجة الاصفرار الزيادة عامل زي الشاي الخفيف. هتلاقي الطفل دايما عاوز ينام مش عاوز يتحرك، بعد كده تبدأ تخش في مرحلة اللي عينه تصفر شوية. طبعا انا بطمن الاهالي ان موضوع الالتهاب الفيروسي الكبدي الف موضوع بسيط جدا لو اتبعنا التعليمات. اول حاجة الطفل يرتاح، تاني حاجة بلاش الطفل يكون ليه، الطفل الافضل يكون ليه وسائل او حاجته تبقى لوحدها، طبق اكل لوحده، معلقة بتاعته، كوباية يشرب فيها، لان الفيروس ده بيجي عن طريق الاكل الملوث، بينتقل عن طريق الاكل والشرب. يعني مثلا كلنا أكلة ملوثة، شربنا حاجة ملوثة، فالأفضل يكون ليه أدواته الخاصة فترة تعب. بعد كده ما نجهدش الطفل في الحركة، لازم يرتاح لأن الموضوع بيبقى معاه خمول شديد، مش عاوزينه يتحرك ويروح ويجي. طبعا الاصفرار بتاع جسمه هيزيد وبعد كده يبدأ يقل بالتدريج. بس طبعا في بعض الحالات أو يعني حالات بسيطة جدا ممكن لا قدر الله يخش في اكيوت ليفر سيل فيلير اللي هو التهاب كبدي حاد، ويحتاج الحجز في المستشفى ويحتاج عملية لا قدر الله زراعة كبد. فعلشان كده احنا بنريحه، الاكل بتاعه يبقى خفيف وبسيط، بلاش نمنعه عن كل حاجة بس يبقى اكل خفيف، لو في علبة زبادي، في عسل ابيض مع الزبادي، في صدر فرخة مسلوق، في لسان عصفور، في خضار، باش بقى الحاجات اللي فيها التقلية، لان الطفل اصلا هيبقى عنده مشكلة وميلان للقيء. لما نحب نديله علاج لو في حرارة نديله حاجة فيها باراستامول خفض للحرارة مع كمادات، نديله حاجة عشان غم النفس والترجيع، نديله حاجة منشطة للكبد وخلاص، هو ده العلاج. وممكن كمان الطفل يشفى من غير أي علاج، دي كلها حاجات بنسميها مدعمة فقط، يعني حاجة منشطة معاه. طبعا الطفل بيقعد فترة حضانة الفيروس من اسبوعين ل6 اسابيع، وبعد كده بيشفى شفاء تام ومفيش اي اثر ولا في اي حاجة في الجسم. ودي كانت معلومة بسيطة لان الحالات بدأت تزيد الفترة الاخيرة، فحبيت اقولها لكم نخلي بالنا من اطفالنا، بلاش الاكل المكشوف، بلاش الاكل مش عارفين مصدره. المطاعم لو كنا في اي مطعم نعرف مدى جودة الاكل فيه ونظافة المطبخ اللي فيه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، واشوفكم تاني ان شاء الله في حلقات جاية كتير.